أقولها وبكل فخر. احتضنتني كأني ابنها الوحيد الذي لم تلده منها، وأحببتها كأنها أمي التي لم تنجبني أبدا. قصة عشق بدأت والحب يزداد على أرضها وبناسها وفي أهلها. إنها السودان. لست بشاعر ولا كاتب، ولكن عندما يعشق القلب يفصح عما بداخله، ويصبح أفضل الشعراء، لا بل أجودهم بالوصف. أقل ما أقدمه لبلدي الحبيب والذي ختم حبه في قلبي للأبد قصيدة كتبتها وسأقرأها للعالم قبل أن أهديها لسوداني الحبيب. عنوانها: السودان، لكل حرف عنوان. السين يعني ساعد الغير، عرفته أم لم تعرفه. والواو تعني وحدة الأوطان ومصدر الرجال الشجعان. والدال تعني دم المسلم على المسلم واجب. والألف تعني الألفة والمحبة لأي شخص كان بعيدا أم قريب. أما النون تعني نقاء القلوب وابتسامة الأمل على كل سوداني أصيل. وحقولها بلهجة أهل السودان: زول سوري واسمي إحسان وجيت السودان، بلد والله ما زي كل البلدان. كلامي من القلب لأنها بتستاهل كل الحب والحنان، غير السخانة اللي شايفينها الناس والشمس والحرقان. وبالمناسبة طلعت معاي على القوافي والأوزان، بهواه وأرضه الطيبة وملاحه والكراسة والطعمية. وأهم حاجة جو رمضان، مقولة الناس المعروفة: رمضان أحلى بالسودان. والله كلامهم صح، لكن ناقصه شي، إنه الحياة أحلى بالسودان ما بس برمضان. تعالوا أوريكم السودان معناها شنو بالنسبة لزول سوري كان لافي في البلدان. هي موطن الأوطان، وهي سلة غذاء العالم كنا ناخدها في المدارس أيام زمان. يا قدر ما أتكلم ما بقدر أوفي حقها علي وشعوري بالعرفان. ده كله في كفة، وناس السودان في تاني كفة الميزان. ناس بتعرفك ما بتعرفك، بتقولك سلام عليكم، بتونسك كأنه فردتك من زمان. الناس السمحة والخوة النظيفة في الله ساكت، ديل هم اللي بيساعدوك بالمجان، لا قروش ولا مصالح ولا أي حاجة. وفيها شيء عجيب، كل الناس بتكون مشغولة برزقها، لكن لما يأذن الأذان تلقى الناس فكت الشغل والمشغلة ومشت تتوضى وتصلي في الطرقات. ما بيضل غير الحيوان، الكبار والشباب والشفاع، يا زول أي إنسان. والله أقول لكم شي، الله مبارك في هذه الأرض والبلاد عشان لسه فيها إيمان. داير أتكلم أكتر لكن ما بوفي شعوري تجاه السودان. يا أخي اشتغلت فيها ودرت فيها وبين ناسها وفوقها عرست كمان، وادعوا لي جيب تيمان إن شاء الله. والحمد لله عايش في الكلاكلة، لا في القلعة ولا في القبة ولا في القلطعية، بس في صنقعد، أصل الشهامة ورجال الشجعان. جافلابي، عوضابي، شقيلابي، حسينابي، لامابي، عزوزابي، كاهلي، شايقي، محسي، قرابي، دنقلاوي، جعلي، كردفاني، جنوبي، كنا أخوان. ربي كرمني بلطفه وعظمته إني كون من أهل ديل الناس، فيها الفقير وفيها الجلابي اللي جيبه مليان، لكن النفوس واحدي والقروش خليها على جنب، الكل مع بعض بتلقاه سيان. ولما بحس إني بعيد عن أهلي وأحبابي وقلبي تملاه الأحزان، بيجيك زول بيقول لك: انت كويس؟ بقول الحمد لله. بقول لي: يا اخ بتفرج، ادعي الله سبحانه، بيرجع قلبي للخفقان وكل شي زي ما كان. وفي كل صباح فجر جنب بيتي بيأذن الأذان، ولو ما صحيت يكركوا ليك الجيران: اصحوا الصلاة يا اخوان. والله دي احلى حاجة في السودان، قلوب خايفة على قلوب بعضها، ما يصيبها الخذلان. ولما تكمل الصلاة برجع البيت، بشيل البستلة، بنتظر سيد اللبن يمر من حلة الجيران. بعدها بطلع البيت وجوا كأني خاشي في بستان. ما شاء الله ناس البيت عاملين لي حديقة أشكال وألوان. يعني من الآخر وديك الزيت، أنا في البلد دي والله عايش فرحان، قلوب صافية مليانة طيبة ولهفة. وأهم حاجة ما بتلقى زول جعان، تقدر تاكل عيش وطعمية وبتقدر تاكل ملاح وشيء. بالنسبة لي أنا الفتة عنوان، أي ما تستغرب. والشطة الكاربة اللي ما بتقدر تتجدع فيها، لأن على قدر ما حارة تحس خشمك كرة من النيران. ولمة ناس الحلة في الأفراح والأعراس والبكا والأحزان، ديل هم يلي بيقيفوا معاك بس لأنهم في الإسلام أخوان. كأني طولت في الكلام والشرح،
معلش عفوا لي. لكن حبيت أكتب وأقرأ لكم شيء من داخلي عشان ما يجي النسيان. شارككم جزء من حياتي ومن يلي كان في بالي تجاه البلد الجميل. له مني كل الحب والامتنان. سلام.